هو انت ليه كل شويه تبداي كورس جديد؟ ليه كل ما تخلصي كورس تدخلي في كورس تاني وتقعدي تذاكري وتاخدي نوتس وتجتهدي وتخلصي الكورس، وقبل ما تبداي تطبقي الكورس الجديد بتاعك تبقي داخله في كورس تاني؟ ليه كل ما تيجي عند لحظه التطبيق او لحظه انك تشتغلي وتركزي في شغلك باللي انت اتعلمتيه، بدل ما تبداي الخطوه دي تروحي واخده كورس تاني؟ يا ترى ده هل ده كسل ولا خوف ان انت تبداي في الشغل بتاعك؟ الحقيقه انه لا كسل ولا خوف. هو ده دايما انك حاسه انك مش جاهزه، انك لسه محتاجه تتعلمي اكتر، انك يمكن لسه ما خدتيش لسه الثقه في نفسك، او انك شايفه انك لسه ما تستاهليش انك تعلني عن نفسك بصوره قويه. طيب الحقيقه دي متلازمه اسمها متلازمه المحتال او الامبوستر سيندروم. والامبوستر سيندروم دي هي احساسك بعدم الاستحقاق، وانك دايما بتقولي لنفسك انك ما تستاهليش، انك لسه مش جاهزه، انك لسه محتاجه تتعلمي اكتر عشان انا هطلع اقول ايه، انا هظهر للناس ازاي، هعلن عن نفسي ازاي، هسوق ازاي وانا لسه مش جاهزه، او ممكن ابقى مميزه في ايه عن الناس اللي في السوق. والحقيقه ان متلازمه المحتال دي بتؤدي الى متلازمه تانية اسمها ذا كورس سيندروم. هي متلازمه الكورسات، هي السعي وراء انجازات سريعه، انجازات تحسي بيها انك بتعملي حاجه وانك بتحققي حاجه، على الرغم من ان هي عباره عن مسكنات، لان انت بتقعدي تاخدي كورسات بدل ما تشتغلي على شغلك الحقيقي. نصيحتي ان انت واجهي المحتال اللي جواكي، وقفي متلازمه الكورسات دي عشان فعليا تبداي تشتغلي على المشروع بتاعك، او تبداي تشتغلي على الخدمات بتاعتك الحقيقيه. طبعا الكورسات مفيده، لكن الكورس عمره ما هيبقى مفيد غير لما الكورس عمره ما هيبقى مفيد غير لما اطبق اللي فيه. المعلومات لوحدها ان انا اخدها واسمعها واكتبها حتى لو احفظها، تمام، حافظاها واقوم ادرسها كمان، هي مش مفيده. المعلومات اللي انت بتاخديها من الكورسات عمرها ما تكون مفيده غير لما تطبقيها، وغير لما يكون لها ريفلكشن او تنعكس وتطبق من خلال شغلك، فتحققي بيها اهدافك وفعلا تبقى ليها معنى. فاوعي تخدعي نفسك، واوعي تخلي متلازمه المحتال تتحول الى متلازمه الكورسات عندك، وتفضلي تاخدي مسكنات وتضحكي على نفسك في انجازات وهميه ان انا باخد كورسات وبنجح في الكورسات وباخد وبجمع شهادات. ده مش نجاحك الحقيقي. نجاحك الحقيقي هو انك تشتغلي حقيقي لنفسك وتشتغلي لمشروعك، مش تشتغلي نفسك بان انت تضحكي على نفسك كل شويه وتاخدي كورس بدل ما تشتغلي على البروجكتس بتاعتك او تشتغلي على. هو انت ليه كل شويه تبداي كورس جديد؟ ليه كل ما تخلصي كورس تدخلي في كورس تاني وتقعدي تذاكري وتاخدي نوتس وتجتهدي وتخلصي الكورس، وقبل ما تبداي تطبقي الكورس الجديد بتاعك تبقي داخله في كورس تاني؟ ليه كل ما تيجي عند لحظه التطبيق او لحظه انك تشتغلي وتركزي في شغلك باللي انت اتعلمتيه، بدل ما تبداي الخطوه دي تروحي واخده كورس تاني؟ يا ترى ده هل ده كسل ولا خوف ان انت تبداي في الشغل بتاعك؟ الحقيقه انه لا كسل ولا خوف. هو ده دايما انك حاسه انك مش جاهزه، انك لسه محتاجه تتعلمي اكتر، انك يمكن لسه ما خدتيش لسه الثقه في نفسك، او انك شايفه انك لسه ما تستاهليش انك تعلني عن نفسك بصوره قويه. طيب الحقيقه دي متلازمه اسمها متلازمه المحتال او الامبوستر سيندروم. والامبوستر سيندروم دي هي احساسك بعدم الاستحقاق، وانك دايما بتقولي لنفسك انك ما تستاهليش، انك لسه مش جاهزه، انك لسه محتاجه تتعلمي اكتر عشان انا هطلع اقول ايه، انا هظهر للناس ازاي، هعلن عن نفسي ازاي، هسوق ازاي وانا لسه مش جاهزه، او ممكن ابقى مميزه في ايه عن الناس اللي في السوق. والحقيقه ان متلازمه المحتال دي بتؤدي الى متلازمه تانية اسمها ذا كورس سيندروم. هي متلازمه الكورسات، هي السعي وراء انجازات سريعه، انجازات تحسي بيها انك بتعملي حاجه وانك بتحققي حاجه، على الرغم من ان هي عباره عن مسكنات، لان انت بتقعدي تاخدي كورسات بدل ما تشتغلي على شغلك الحقيقي. نصيحتي ان انت واجهي المحتال اللي جواكي، وقفي متلازمه الكورسات دي عشان فعليا تبداي تشتغلي على المشروع بتاعك، او تبداي تشتغلي على الخدمات بتاعتك الحقيقيه. طبعا الكورسات مفيده، لكن الكورس عمره ما هيبقى مفيد غير لما
كورس عمره ما هيبقى مفيد غير لما اطبق اللي فيه. المعلومات لوحدها ان انا اخدها واسمعها واكتبها حتى لو احفظها تمام، حفظها واقوم ادرسها كمان، هي مش مفيده. المعلومات اللي انت بتاخديها من الكورسات عمرها ما تكون مفيده غير لما تطبقيها، وغير لما يكون لها ريفلكشن او تنعكس وتطبق من خلال شغلك، فتحققي بيها اهدافك وفعلا تبقى ليها معنى. فاوعي تخدعي نفسك، واوعي تخلي متلازمة المحتال تتحول الى متلازمة الكورسات عندك، وتفضلي تاخدي مسكنات وتضحكي على نفسك بانجازات وهمية ان انا باخد كورسات وبنجح في الكورسات وباخد وبجمع شهادات. ده مش نجاحك الحقيقي. نجاحك الحقيقي هو انك تشتغلي حقيقي لنفسك وتشتغلي لمشروعك، مش تشتغلي نفسك بان انتي تضحكي على نفسك كل شويه وتاخدي كورس بدل ما تشتغلي على البروجكتس بتاعتك او تشتغلي على